أكد البرازيلي كينو لاعب فلومينينسي البرازيلي أنه لم يتغير أي شيء في فريق الأهلي منذ أن لعب ضدهم عندما كان لاعب في صفوف نادي بيراميدز، مشيرا إلى أن فريقه يمكن أن يفاجئ الفريق الأحمر. وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي بنصف النهائي كأس العالم للأندية 2023 في تمام 8 مساء غد الاثنين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. وقال كينو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: لقد واجهت الأهلي مرتين وشاهدت مباراتهم في الأمس. إنه فريق جيد جدا، لم يتغير أي شيء لديهم منذ أن لعبت ضدهم، وكل من شاهد هذه المباراة يعرف أن هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها لمفاجأتهم، وآمل أن نحققها في الغد. وأضاف: لقد احتفلنا بعد التتويج بالبطولة القارية وبعدها باشرنا العمل مباشرة. فريقنا يسعى لتقديم أفضل أداء. وأكمل: أظن أن عدم تتويج الفرق اللاتينية بكأس العالم للأندية هي أسباب مالية، لأن الفرق الأوروبية تملك لاعبان كبار ولديهم لاعبون مميزون لعبوا في أمريكا اللاتينية وتدربوا على تحت أيدي مدربين من هناك. لذلك هو سبب مالي بحت، وليس تطور كرة القدم في أوروبا فقط، لأن الفرق الأوروبية تستفيد من هجرة أفضل اللاعبين حول العالم إلى هناك. والآن الرياضة تتطور بشكل أفضل، ويمكننا أن نرى نماذج مميزة على ذلك في الدوري الإنجليزي. واصل: الأهلي فريق تنافسي لعبت ضده مرتان في مصر، لديه لاعبين شرسين لا يستسلمون وخطير للغاية في الهجمات المرتدة، وهي مباراة مهمة بالنسبة لنا كي نتأهل للمباراة النهائية. وأتم لاعب فلومينينسي: مجموعة لاعبي فلومينينسي مؤهلين جدا لخوض المنافسات، مارسيلو وفيل بيميلو وجيرمن كانو، كل هؤلاء اللاعبين ملتزمون بالعمل، ولم نواجه أي مشاكل هذا العام بسبب معدل أعمارهم، بل بخبراتهم توجنا بالبطولة، كما أنهم ينقلون خبراتهم للاعبين الشباب ويقدمون أداء جيدا، ويعرفون أنهم قادرون على التنافس مع الطرف الآخر.